هلا حبايب، شلونكم؟ تعالوا اليوم أنا وياكم نسوي طاقية السلطان على طريقتنا العراقية، مقادير كل سهلة ومتوفرة بكل بيت. هنا عندي نص كوب من الزيت، نص كوب من الشكر، نص كوب من الحليب، خاشوقة أكل خمرة ورشة ملح. عندي هنا نص كوب من الزيت. أما هنا شنو عندي طحين فاخر أو طحين الفجر، أي طحين صفر عندكم تجيبوه. هنا عندي ظرف واحد من البيكنج باودر وظرفين من الفانيلا، وعندي هنا هماتين زبد وكاكاو. وبعدين راح أشوفكم الطريقة ورا العجينة بمن نشتغل الزبد والكاكاو، يعني هماتين لازم زبد وكاكاو. أول شي راح أضيف هنا شنو عندي الزيت، مثل ما تشوفون ضفنا الزيت. بعدين راح أضيف عليها الشكر، وراح أضيف عليه هنا عندي نص كوب من المي، وراح أضيف هنا نص كوب من الحليب، راح أضيف هنا الخمرة والملح. هنا نسيت، لازم نضيف بيضة. شوفوا بيضة. هنا هماتين نضيف الفانيلا. وهسه نسلم عليكم واقولكم شلونكم حبايبي، شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اول ما نبلش متعودين بكل فيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اليوم جيتكم شلون فيديو يابا تدللون. جبت لكم الطاقية صارت ترند بالعراق، ترند بالعراق وبالدول العربية، هي طاقية السلطان. فمتابعيني يدللون علي ويردون كل شي جديد ينزل يعني ترند لازم نسوي لكم وياه من عيوني. فجيتكم اليوم طاقية السلطان، طريقة كل سهلة وما تاخذ منك وقت، وكأنما دا تسوين كيكة. يعني هي مقاديرها مال كيكة، بس هي شنو تعتبر من الفطاير المعجنات. تحبيها حلوة تحبيها مالحة، انت شنو تحبيها سويها. اذا تحبيها حلوة ضيفي شكر هواي، ما تحبيها حلوة قللي من الشكر، هاي ظلت يمك. طبعا حبايب انتم كلكم راح تسألون ام يوسف ليش عدت الفيديو، يعني اني نشرته وبعدين مسحته، ليش شنو السبب؟ وهواي دخلولي ام يوسف وين الفيديو مال طاقية السلطان اللي نزلتيه. حبايبي انا الفيديو مسحته وراح انزله من جديد لان صارت بيه مشكلة. طبعا الفيديو بالنسبة للمشاهدات جاب مشاهدات كلش حلوة وعالية، بس للأسف صارت عليه مشكلة، فاضطريت انه امسحه وراح انزله من جديد. هاي المشكلة لا اكثر ولا اقل. فذاك الفيديو اني مسحته وهذا الفيديو راح انزل لكم اياه، وان شاء الله هماتين راح يعجبكم مثل ما نزلته بالبداية. فحبايب شوفولي هاي طاقية السلطان هسه من بعد ما عجنتها راح اعجنها النوب بمن بالزبد والكاكاو. اهم شي تعجنوها بالزبد والكاكاو كل زين. وحدة نعجنها بس بالزبد ما نضيف لها الكاكاو، لان احنا نريد وحدة بيضة ووحدة لونها جوزية. هاي طبعا الطاقية صارت ترند بالعالم كله وبالعراق، وهواية قنوات نزلتها، يعني ما اسولف لكم عليها. فاحنا حبينا نجربها، واكيد متابعيني يجربوها، لان تعرفون احنا حاليا بشهر رجب
ومقبلين على شهر رمضان، فهاي الحلويات والمعجنات كلها تفيدنا بشهر رمضان، خاصة للعزومات للضيافة. فهاي شغلات جديدة، فأكيد الضيف راح ينعجب من إيدك الحلوة من مسوية شي جديد وتقدميله إياه وهو أصلا ما ضايقه مثلا، فراح يعجبه أكيد. وهماتين عائلتك لأطفالك لزوجك، صراحة أني جهالي كلش حبوها ماتوا عليها، يعني تصدقون بالليل للصبح خلصت هاي طاقية السلطان. شوفوا حبايب، وحدة عجنتها بالزبد ووحدة عجنتها بالزبد والكاكاو، راح أعوفهن حد ما يتخمرن، هي شديت عليهن أكياس نايلون وراح أعوفهن حد ما يختمرن، وبعدين هماتين راح أرجع لكم. شوفوا هنا خمرتهن تقريبا ساعتين أو 3 ساعات، لأن تعرفون الشتا الجو بارد فيحتاج وقت كبير على مود تتخمر العجينة. أنا مثل ما قلتلكم العجينة بالصيف بساعة تختمر، أما بالشتا لا تطول عندنا بالاختمار لأن الجو بارد تعرفون. بس شوفوا ليها شلون منفشة ومدبدبة صايرة تخبل، فشوفوها شقد حلوة يا ربي، صدق حلوة. يعني هاي العجينة شلون ما تشتغليها تجيبيها منا وترديها منا تجي وياك، يعني أبد ما تشعوطك، عجينة ناجحة ومضبوطة 100%. بس انتم أهم شي شنو التزموا بالمقادير اللي سويتها. هنا معلقة الكاميرا للسقف ما شاء الله، فهيج حب أسوي لكم لقطات مو مكان واحد محدد على مود تونسون بالفيديو لا أكثر ولا أقل. تعرفون هاي الشغلات كلها تعب بالمونتاج وشغل بيها. أتمنى إذا تعجبكم فيديوهاتي حبايبي تشتركون بالقناة وتفعلون جرس الكل، ودائما تسوون مشاركة لفيديوهاتي، أصدقائكم أحبابكم أقاربكم شاركوا لها الفيديو على مود العالم تستمتع، وأنا هماتين يصيرلي حافز إنه دائما أنزل لكم شكو شي ترند وجديد وشكو فيديوهات حلوة وتخبل مثلكم يا أحلى عائلة بالدنيا. طبعا شكرا وهلا بيكم الكل متابعين الجدد اللي نوروني بالقناة. وحاليا الساعة 3 بالليل وأنا جاي أمنتجلكم الفيديو. شوفولي حبكم بقلبي شقد كبير إنه أني حاليا الساعة 3 بالليل وجاي أمنتجلكم الفيديو والعائلة كلها نايمة، يعني ناموا الساعة 12. حبيت أتعلل وأسهر وأنزل لكم الفيديو. شوفوا هنا أول شي حطيت بين الطبقات نوتيلا، طبعا هاي النوتيلا ردتها تموع ما ماعت وما أقدر أذوبها على الحمام ماء حار ما يصير لأن تخرب العجينة، فسويتها على شكل قطع وحطيتها بداخل العجينة يعني بين العجينة. وهنا مكسرات مشكل، انت إذا تحبين تضيفين مكسرات نوع واحد ضيفي جوز لوز بندق كاجو الشي انت اللي تحبيه. وراح اضيف لها هنا شنو بنات، راح اضيف لها هماتين النوتيلا. طبعا شقد ما بيدكم كثرولها نوتيلا لان راح تطلع تجنن بالنوتيلا، هاي نصيحة شقد ما بيدكم بنات حطولها نوتيلا. طبعا ما قصرت للفيديو كلش هواي، حاولت يعني أخليلكم الفيديو بكل التفاصيل على مود تستفادون يعني العجينة بكل تفاصيلها على مود ما يصير عندكم أي خطأ بالعجينة، لأن هواي بنات يدخلون على قنوات مختصرين لهم الفيديو 5 دقايق أو 6 دقايق وهن ما مفتهمان شي من العجينة. ترى العجينة مو بس عجن وتشكيل، لأ إلها مدة إلها ساعات تختمر إلها طريقة بالتشكيل. أنا خليت لكم الفيديو بكل حذافيره. شوفوا هنا القطاعة هاي مال البيتزا ومال المعجنات، قطعت العجينة هيك إذا ما عندك عاد استغني عنها وقطعي بالسكينة، سكينتك بيدك ما حد يفيدك، وابدي بنات هيجي برميها برم على مود تصير شكلين، شكل جوزي وشكل أبيض. هاي تصير شلون عبالك شو يصيحولها شراشيب.
أتذكر العام أو أول العام نزلوا هيج نوعية من البوديات يصير من جوا كلها شراشيب، لأ أول العام نزلوا هيج نوعية من البوديات، صراحة أول ما سويتها ضحكت وقلت ها شنو أنا دا أسوي فستان دا أسوي بدي، صراحة شغلها يونس وحلو ما يتعب، يعني يونس أي شغلة تونس يعني ما تتعب. فهنا الجهال مقابليني أويلي والله لو تدرون حسوني سوى بي إيش لعب، واقف فوق راسي تالي ما تالي طلعته من المطبخ وقفلت الباب موتني دمرني، وانتم ما شاء الله وين حسوني طبعا اعذروني كنت غايبة عليكم لأن مريضة، وأكيد هسه مبين من صوتي يعني بلاعي من طبقي، اي فهذا سبب غيابي لأن مريضة، وإن شاء الله ما انقطع عنكم ما يقطعني عنكم بس. فهنا شوفوا شكلها من بعد ما برمتها شقد صارت حلوة وتخبل. هنا بنات تجيبون القالب تدهنوه بالزيت وترشوه بالطحين أهم شي على مود ما تلزق عندكم العجينة، وتحطون العجينة بالقالب، هم ترجعون تغطون القالب بالنايلون على مود ترجع مرة الثانية تختمر، ما يصير هسه حاليا تدخلوها بالفرن قبل لأ ما يصير، لازم تغطوها بالنايلون وبعدين هماتين تخلوها تختمر شلون أني أسوي، على مود تطلع عندش العجينة قطنية وتخبل، طبعا شغلها حالها حال خلية النحل هماتين تتخمر مرتين، وباعوا انتي لازم الإسفنجة بيدك وبكل شغلة تشتغليها وبكل طريقة ومدري شنو لازم تمسحين، لازم نمسح الكاونتر هذا الطحين مال من فردنا العجينة، فأنظف الكاونتر دائما إيدي بيه ما أخليه، لأن الأم البيت لازم من تدخل المطبخ ما تخلي شي وسخ، فشوفولي الطاقية شلون طلعت تخبل وتجنن وتموت، وخليتها بالبداية على درجة حرارة 180 من جوا لحد ما نفشت واستوت بعدين علقتلها الفوق، شوفولي الوجه شلون طلع ذهبي ويخبل، ما أسولفلكم على الطعم مالتها يجنن، طبعا هما يومية طالعين بسالفة، يوم طاقية السلطان باكر عقبه يسوون حزام السلطان هواي شغلات ما شاء الله دا يخترعون شغلات غريبة ما موجودة عالبال. راح أقطع لكم إياها وأشوفكم شكلها من الداخل شقد هشة وتخبل وحلوة، صراحة كلش عجبتني تجربة كانت حلوة، هاي أول مرة أجربها وحبيت أشاركها وياكم، وأتمنى انتم هماتين تجربوها على طريقتي وراح تعجبكم أكيد، شوفولي هسه شلون شكلها من الداخل راح تطلع رهيبة بنات من صدق رهيبة، شوفولي شكلها وعبالك كيكة، شوفولي هاي الألوان والحركات والنوتيلا شلون سايحة والمكسرات يعني ما أسولفلكم الطعم رهيب، حطيلك وياها نسكافيه قهوة أو شاي وحطيلك قطعة وأكلي وألف عافية. هنا من بعد ما كملت الطاقية بنات طلعت الحوش رشيت الوردات، حاليا ورداتي ذبلن راحن خلص موسمهن، لأن الورد إله موسم اللي جايبته أني فخلص الموسم مالته وذبل كله، المهم ما أعرف طقوني بعين ما أعرف، فالمهم يلا ما يخالف أني ناوية أزرع بهذا الحوض خضروات، فما أعرف شنو أزرع بيه نوعية الخضروات، طبعا جاي أحجي على كيف لأن الجهال نايمين وأبو يوسف نايم، أخاف حسوني لا يقعد ويلوصها، لأن حسوني إذا يقعد من النوم ما يلقاني يقلب الدنيا يظل يبجي، فإن شاء الله ما يقعد لحد ما أكمل فيديو، طبعا إحنا صيف شتا العراقيات ترش بهالحوش صيف شتا، هسه راح أروح للمطبخ هماتين أرجع وأشوفكم شنو راح أسوي عشا. هنا حبايب شوفولي شنو راح أسوي عشا، طبعا راح أسوي مقلوبة
المقلوبة أنا منزلتها بالقناة بس ما حبيت أنزل لكم إياها طريقتها، حبيت مقتطفات منها أنزل لكم ويا هذا الفيديو على مود تستمتعون، قولوا أنا ما مدللتكم، مدللتكم فيديوهاتي، وهذا شكل مقلوبة وهذا شكل عشانه، ولهنا خلص الفيديو، أترككم في حفظ الرحمن ومع ألف سلامة حبايب قلبي.